السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكل متابعين كنوز مملكتي. كل سنة وانتم طيبين. بدأت العشرة من ذي الحجة، وبدأنا التنظيفات وبدأنا الترويق وبدأنا المعمعة اللي بنعملها قبل عيد الأضحى. طبعا ده لازم، وتنظيف البيت لازم، ونظافة من الإيمان، لكن مش عايزين يا حبايب كنوز ننسى الذكر في الأيام دي. مهم جدا الذكر، مطلوب في الأيام دي. الأيام دي اللي ربنا أقسم بيهم، ال- الأيام دي فيها كل أمنياتك ممكن تتحقق، كل أحلامك هتتحقق بإذن الله. الأيام دي عايزين زي ما احنا هننظف وهنروق وهنلم ستاير وهنخلي الشقة جميلة وعروسة واستعداد للعيد، كمان عايزين احنا من جوانا كمان نكون احنا ذاكرين ربنا، بنشكر ربنا، بنقرأ قرآن، نكتر من التهليل في الأيام دي مع الترويق، مع اللي احنا بنعمله، مع اللي في الشقة. لكن ما ننساش ذكر رب العالمين، ما ننساش ان احنا نهلل طول الوقت، ونذكر ربنا ونكبر ونستغفر ربنا ونقرأ قرآن وناخد البركة في القرآن، البركة في قراءة سورة البقرة. ما تنسوش تبدأي يومك لو بصفحة واحدة بس من القرآن الكريم، علشان ربنا يكرمك ويعني ويديكي كل اللي بتتمنيه. اللي عندها أمنية تدعي بيها واللي عندها حاجة بتطلبها من ربنا تلحها على ربنا في الدعاء، لعلها تكون المنجية لينا الأيام دي. إن شاء الله أنا معاكم وفي كنوز معاكم إن شاء الله، وهنعمل فيديوهات صغيرة كده ومفيدة إن شاء الله بإذن الله. واستنوني الأيام اللي جاية، هيكون في فيديوهات كتيرة جدا، وهتكون فيديوهات حلوة وجميلة، وهعملها لكم برضو صغيرة. مش هطول عليكم علشان فعلا أنا مش فاضية الفترات دي خالص، وكمان عندي مسؤوليات كتيرة جدا. فهنبقى مع بعض ان شاء الله، هنعمل روتينات وهننضف ونروق، وكمان مش هننسى ربنا اللي هو اول حاجة في حياتنا، والعبادة دي اساس حياتنا، والدعاء دوت مخ العبادة. خلي بالكم اساس العبادة كلها هي الدعاء، كتروا من الدعاء لعلها تغير حياتكم كلها. يلا يا حبايبي، متنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة، والسلام عليكم.